النهاردة يوم مهم جدا في حياتي، حبيت ان انا اشاركه معاكم، وهو اني هسدد ديوني بعد رحلة حوالي سنتين من اليوم اللي بدأت فيه المغامرة دي. اخيرا جه اليوم ان الحمد لله ربنا قدرني و... واسدد الدين اللي كان عليا من القرض اللي اخدته عشان اغير بيه حياتي. طبعا منصحش اي حد ان هو ياخد قرض عشان يغير حياته، ولكن ده كان وعي ساعتها لما سألت نفسي انا في ايدي ايه دلوقتي اعمله عشان اوصل لاهدافي. طبعا كمان منصحش اي حد ان هو ياخد قرض من الاساس، لان التعامل بالربا ربنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلما ما لقيتش حل او ما عرفتش اسدد ديوني الا لما تبت ووعدت ربنا ان انا مش هاخد اي قروض تاني، ومش بس قروض، مش هجيب اي حاجة بالتقسيط تاني باي نوع من انواع الفوائد نهائي. لان انت بتلاقي نفسك بدل ما انت بتطلب من ربنا مباشرة بتلاقي معاك كريدت كارد او بتلاقي معاك اوبشن القسط، فبتسكيب او بتتخطى الخطوة المهمة جدا ان انت تطلب من اللي خلقك اصلا، اللي هو في ايده خزائن الارض كلها، ان هو يرزقك بالحاجة اللي انت عايزها. انا دلوقتي رايح في الطريق اقابل الموظف بتاع البنك عشان امضي الاتفاقية وادفع الفلوس. طبعا البنك يعني ظبطني اخر سنتين، كل يوم مكالمات وتهديدات ووعيد على كل الايميلات وعلى كل بس الحمد لله ربنا ثبتني يعني. طبعا في الفترة اللي فاتت اكتشفت آية في القرآن اللي هي ما كنتش واخد بالي منها خالص قبل كده، اللي هي جزاء سيئة بمثلها. يعني لو عملت حاجة وحشة أو مش كويسة لحد، هتاخد نفس النوع، نفس السيئة، نفس المشكلة هتحصل معاك بنفس النوع ونفس الدرجة. سببت ألم لحد هيحصل لك نفس الألم من نفس النوع ونفس الدرجة. ففي حاجة أنا كنت بعملها وأنا مش واخد بالي، وهي إني كنت دايما بسأل هو أنا ليه الكوميشنز بتاعتي او العملات بتاعتي بتتاخر؟ ليه اي فلوس ليا بتتاخر ما بتجيش على طول؟ قعدت افكر كده، يا ترى انا بعمل ايه مخليني فلوسي تتاخر؟ لحد ما اكتشفت ان انا كنت مأخر فلوس على الناس، ومنها موضوع القرض ده. فخلي بالك جدا من موضوع السيئات، الفرق بين الذنوب الذنوب والمعاصي او الذنوب والسيئات. ان الذنوب بينك وبين ربنا، ولكن السيئات بينك وبين الناس. الذنوب بتتكفر بان انت تستغفر بجد من قلبك، مش ان انت تقعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. زي مثلا بيقولك لو انت مثلا مزعل واحد صاحبك ورحت تكلمه، تقول له، او مش شرط صاحبك، يعني مراتك او خطيبتك، ورحت لها قلت لها انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف، هتعمل لك ايه؟ مش هتكون عايزه، مش هتكون طايقاك اكيد. ولكن لو رحت قلت لها انا عايز اتكلم معاك، انا اسف على اللي انا عملته، انا عارف ان انا اللي انا عملته ده غلط، واوعدك ان انا مش هعمله تاني، وانا عايزك تسامحيني. هتلاقي ان هي فعلا سامحتك. نفس الكلام، هو مثال اصغر ولله المثل الاعلى. فانت لما بتيجي تتكلم مع ربنا تقول له يا رب انا عارف ان انا غلطت، وانا بستغفرك وبطلب منك ان انت تغفر لي، وانا ماليش اله غيرك، ماليش حد غيرك استغفره واطلب منه الحاجة اللي انا عايزها، فاغفر لي يا ربي. وتستشعر كده الحاجة اللي انت عملتها، وتوعده ان انت انا فعلا مش هعمل الحاجة دي تاني. ولكن السيئات اللي بينك وبين الناس دي ما بتروحش بالاستغفار، دي بتروح بان انت جزاء سيئة بمثلها. فالاستغفار ما بيشيلهاش، اللي بيشيلها الحسنات تمحي السيئات. فتعمل خير يمحي من السيئات، او بمنتهى البساطة ان انت تكلم الشخص وتطلب منه ان هو يسامحك.
طبعا لو ما قدرتش فمحتاج تعمل خير، تطعم مسكين، تعمل خير لحد ما السيئات تتمحي. وأول ما الموضوع ده بيحصل ربنا يعني عايز أقول لك بتلاقي في كل حاجة خير جاي لك من كل حتة على طول، ما بتستناش، مفيش وقت انتظار، مفيش تأجيل، في ثانية تلاقي كل مشاكلك بتتحل. الغرض من الفيديو ده ان انا اقول لك ان فعلا وعد الله حق، وانت لو عندك مشاكل في حياتك اقرا كلام ربنا كل يوم. القرآن مش او الكتاب بتاع ربنا مش حاجة بتقراها مرة وخلاص او بتحفظها مرة وخلاص، دي حاجة بتقعد تكررها تعيد فيها. بتمسك المصحف وتقرا ان شاء الله مع كل صلاة صفحة. حط عشان تخليها عادة، اربطها بحاجة انت بتعملها كل يوم. قول مثلا بعد ما اشرب كوبايه القهوه، او انا بشرب كوبايه القهوه الصبح هعمل الحاجه دي. او انا بالنسبه لي انا بصراحه بعملها في كل صلاه، في كل ركعه بقرا صفحه. في حد ممكن يقول لي لا ما ينفعش تقرا وانت بتصلي، فانا بصراحه دلوقتي مش فارق انا عايز اعرف، فكل ركعه بقرا صفحه لحد ما اعرف، لحد ما افهم، بعدها احط بقى ميعاد محدد بقرا فيه. ولكن الحاجه اللي انت دايما بتطلع عليها ودايما بتقراها انت بتصبح الحاجه دي. اللي دايما بيسمع اغاني بيصبح الاغاني، نوع الاغاني اللي بيسمعها. اللي دايما بيقرا كتب بيصبح نوع الكتب اللي بيقراها. عشان كده خلي بالك جدا انت بتقرا ايه وبتحط ايه في عقلك، لان بتلاقي حياتك اتحولت واتشكلت بالحاجه اللي انت بتقراها او بتسمعها او بتتفرج عليها كمان. فأتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد، وأتمنى إن ربنا يعني يسد دين أي حد مديون، وما تحطش نفسك في الموقف ده تاني. وأشوفكم في الفيديو الجاي.